بصوا كده يا جماعه الفيديو ده. انا دلوقتي في فرع بي تك اللي في شارع عين شمس الناحيه الثانيه اللي قصاده ابراهيم عبرازي. انا دخلت بي تك دلوقتي لقيت الباشمهندس بقول له انا دافع 18 ايصال، بيقول لي لا هم 16. طب افتح السيستم يقول لي الورق اللي معاكي موجود فيه 16 ايصال بس. انتوا بتتعاملوا ورق، انا داخله عند عم احمد باخد بكمبيالات، باخد قسط كمبيالات من عند عم احمد ولا شركه محترمه؟ سياده الموظفين قاعدين بيغمزوا ويلمزوا لبعض ويضحكوا عليه. انا مش جاي اشحت منك يا حبيبي، انا جاي بقول لك انا عندي طلب عايز اخد بيه فلوس. انت والاستاذه هنا قاعدين بتغمزوا وتتلمزوا. انا مش بشحت، انا عندي مشكله. والله يا استاذ محمد مدير بص استاذ محمد مدير الفرع استاذ ذوق جدا، استاذ محمد مدير الفرع هنا استاذ ذوق جدا، بس هو ما قدرش يوصل معايا الحل. انا عايزه حل. يعني ايه احصل فلوس يوم 3/4 الوصل يتكتب فيه يوم 3/5، يعني بتك بتاخد مني شهر زياده. طب فين الفلوس دي بتاعت ايه؟ 40 جنيه وصل بتاعت ايه؟ تحصيل بتاع ايه ال 40 جنيه؟ انا عايزه افهم الكلام ده ايه دلوقتي، عايزه اوصل لحل. هتوصلني الحل ولا ايه الدنيا؟ استاذ محمد حضرتك ذوق وانا قلت ان انت ذوق، بس انت ما وصلتش معايا الحل وكلامك كله بالنسبه لي مش مقنع. انا عايزه كلام مقنع دلوقتي. معايا 16 ايصال وانا المفروض ان انا دافعه 18. الشهرين دول فين؟ رحنا فرع المطريه يقول لي اصل مواعين من على الجهاز. يعني ايه مواعين من على الجهاز؟ هم كوبايتين يا جماعه اللي اشترى من بي تك اقساط يعرفنا الكلام ده بيحصل فعلا ولا لا، عشان الكلام ده لو بيحصل هتبقى كارثه. هل فعلا اول شهر بتدفعه وما بيتحسبش،